احنا دلوقتي داخل جامع سليمان باشا الخادم. ده اول جامع في مصر يتبني على الطراز العثماني. الراجل ده بناه في سنة 935 هجري 1528 ميلادي. يعني بعد دخول العثمانيين بكام سنة؟ العثمانيين دخلوا 1517. بعد دخول العثمانيين بكام سنة؟ ب 11 سنة بالظبط. وان لما كنت بقول في جامع محمد علي ان الطراز هو دعاية سياسية، انك هنا دخلت مصر سنة 1517، يبقى انت بتعلن لما تبني جامع على الطراز العثماني. واول جامع يتبني في مصر على الطراز العثماني اللي هو مستطيل بيتقسم لمربعين، المربع اللي هنا بيت الصلاة والمربع اللي احنا فيه ده حرم الجامع، وان البيت الصلاة بيتغطى بقبة مركزية وحولها انصاف كباب وكباب صغيرة، والمأذنة واخد الشكل القلم الرصاص المدببة اللي هي القمة المخروطية. يبقى اذا انت هنا بتتكلم بيقول للسلاطين العثمانيين اللي موجودين هناك مصر تابعه ليكم، والطراز اللي بيتبني في مصر على طراز ايه؟ اسطنبول او الاناضول، او زي الجوامع اللي هي موجوده في الاناضول. يبقى احنا هنا بقينا تابعين ليهم. طيب ان ده اول جامع. العثمانيين قعدوا في مصر كام سنه؟ حوالي لو ما حسبناش محمد علي كحاكم عثماني بنتكلم في حوالي 300 لغايه ما محمد علي جه في 1805 وبعدين هينقلب عليهم وبتاع. لكن احنا بقى بنتكلم من 1517 لغايه محمد علي، فبنتكلم في ال 300 سنه دول. العثمانيين بنوا 6 جوامع على الطراز العثماني اللي انا بتكلم فيه ده، 6 هم دول. لكن بنوا جوامع تانية على الطراز العثماني؟ لا، في بقى حاجات طراز مملوكي، في حاجات طراز تقليدي كلاسيكي، في حاجات خلطه، في طراز محلي. في المهم اللي يهمنا ان الجامع اللي هو بتاع القبه المركزيه ده والتصميم اللي احنا بنقول عليه ده 6 جوامع بس. اول واحد هو ايه؟ اول واحد ده انا لسه قايلها اهو، احنا قاعدين فيه. هو جامع انت قلت ايه؟ سارية. انا قلت سارية. طلع مني لغايه دلوقتي كلمه سارية صح؟ ما طلعتش خالص. انا قلت سليمان باشا الخادم صح؟ اول جامع هو سليمان باشا الخادم، هو صح، بس ما لازم نعرف الاول. هنتكلم برضو عن موضوع سارية ده. سليمان الخادم. تاني جامع هو جامع، انت برضو مستعجل، استنى بقى مش احمد علي خالص. تاني جامع هو جامع سنان باشا اللي في بولاق ابو العلا. تالت جامع هو جامع الملكة صفية في شارع الدودية اللي متفرع من شارع محمد علي. رابع جامع هو جامع ايه؟ محمد علي. لا برضه جامع محمد بك ابو الدهب اللي قدام الجامع الازهر، اللي معمول على طراز جامع سنان باشا اللي في بولاق، زي شبهه بالظبط. خامس جامع هو جامع محمد علي صح. سادس جامع الفتح الملكي اللي في قصر عابدين. دول ال6 جوامع اللي اتبنوا على الطراز العثماني. طيب لكن يهمنا بقى هنا ايه؟ لما انا قلت لكم بره ان مكان القلعه كان فيه جوامع فاطميه صح؟ قلنا الكلام ده، وزي جامع سعد الدوله وكان فيه جوامع تانية كتيره. كان فيه هنا بقى جامع من العصر الفاطمي وقبر واحد اسمه ابو منصور قسطه الارمني. تاني قسطه، قشطه بس نشيل اللي تبقى سين، قسطه الارمني. الراجل ده جنسه من الارمن وجه هنا وكان بيشتغل ايه؟ عارفين بدر الجمالي؟ مؤسس عصر الوزراء العظام واللي قضى على الشده المستنصريه. بدر الجمالي ولاده عنده ابنه اسمه الافضل شاهن شاه اللي هو ورث الوزراء بعد منه، وعنده ابن تاني. وخدوا بالكم برضه بدر سمى ابنه ايه؟ الافضل. يعني شاهن شاه اسمه بس اداله لقب الافضل زي الخلفاء الفاطميين وزن افعل. وعنده ابن تاني اسمه المظفر ابن بدر الجمالي. ابو منصور قسطه الارميني ده كان غلام. وخدوا بالكم ان بدر ده اصلا من الارمن، وابو منصور قسطه الارميني ده ارميني برضه، يبقى هو نفس الجنس بتاع بدر. فهو ابو منصور قسطه الارميني كان بيشتغل غلام في البدايه، كان غلام المظفر ابن بدر الجمالي، مش كده؟ هو من جنس واحد ارميني. ومسك والي اسكندريه زي محافظ اسكندريه النهارده كده عم احمد يا جمال. ده اللي هو مين؟ الراجل ده. وبعدين جه هنا في سنه 535 هجري 1140 ميلادي، بنى هنا جامع كده واتدفن فيه، وله حتى هنا اسمه جامع مين؟ ابو منصور قسطه الارمني. اهميه الجامع ده ايه؟ لو انا قلت لكم ان القلعه من ايام صلاح الدين والابراج ايام صلاح الدين، اقدم حاجه هتلاقيها 572 هجري 1176 ميلادي صح؟ والنص التاسيسي قلنا حتى 579 هجري 1183 ميلادي. انما بقى لما تيجي تلاقي نص هنا جوه، هنا حكيم بص جوه الشباك ده وجوه الباب ده هنا لما تلاقي ان في نص تاسيسي جوه فاطمي، والقلعه اصلا انا بقول لك بناء ايه؟ القلعه ايوبي. وانا الاقي هنا جوه ايه؟ تعالى بقى خلاص، الاقي البناء جوه، الاقي هنا بناء فاطمي.
من 535 هجري 1140 ميلادي، والقلعه ابتدى يبنيها صلاح الدين في 1176. يبقى النص اللي جوه ده قبل بناء القلعه بكام سنه؟ ب 36 سنه. يعني هنا في نص موجود في القلعه ملوش علاقه خالص بمين؟ بصلاح، ده من العصر الفاطمي اللي هو العصر اللي قبل صلاح الدين. يبقى هنا ده مهم ولا مش مهم؟ هو كنا بنزوره الوقت قريب وبعدين قفلوه للاسف، ما اعرفش ايه اللي حصل. وفي حتى بقى لذلك ان الراجل ده لو هو ابو منصور قسطى الارمني وكان بيشتغل عند الدوله الايه؟ الفاطميه، يبقى مذهبه ايه؟ طب هات لي اللي فوق، الكلام اللي مكتوب فوق كده. مكتوب فوق ايه؟ يا الله يا الله يا علي. وخدوا بالكم يا علي قبل يا محمد. خلاص؟ وهتلاقوا حتى شكل القبه هنا، القباب الثانيه هتلاقوها ايه؟ بالاسود، دي اخضر، عشان الراجل اللي هو ابو منصور قسطى الارمني. اذا جه بقى سليمان الخادم. شوفوا الراجل هنا كان جامع قديم من كام؟ من سنه قلنا كام؟ 535 هجري 1140 ميلادي. ويجي بقى سليمان الخادم في سنه 900، شوف من 935 هجري 1528 ميلادي، يشيل الجامع القديم بتاع ابو منصور قسطى، بس لغى القبر بتاعه. رمى النص التأسيسي؟ لا، حطه واحترم نفسه مع الراجل القديم اللي قبل منه. والجامع ده حتى كان موجود، الناس بتصلي فيه من قبل القلعه ما تتبني تاني. كان في ناس هنا من العصر الفاطمي بتصلي هنا قبل ما القلعه تتبني ب 36 سنه، وجه وعمل الجامع بتاعه علشان يكون اول جامع في مصر يتبني على الطراز العثماني. احنا لسه في بدايه اول جامع في مصر اتبنى على الطراز العثماني، فاحنا لسه بنقول 11 سنه. يعني العمال مماليك موجودين ولا لا؟ المهندسين والصناع وكده، هتلاقي لسه في تأثيرات مملوكية في الأرضية. أهو بصوا الرخام الخردة ده كله، ده الشكل المملوكي. جوه لما هندخل جوه هنا في المكان ده، بس يعني عشان قاعدين في الهوا، هتلاقوا المنبر أقدم منبر رخام في مصر عثماني. لازم نزود كلمة لأن لو الجو حر ممكن أنسى أقول كلمة عثماني على فكرة، مع إن أنا أقصدها. بس في منابر رخامية موجودة عند المماليك ولا لأ؟ يعني السلطان حسن ما هو منبر رخام، الجامع الازرق اللي هو في باب الوزير ما هو منبر رخام، صح؟ لكن انا بتكلم ان من العصر العثماني اقدم، زي ما هو الجامع ده، ما طالما بتقول لي ان ده اول جامع في مصر اتبنى على الطراز العثماني، يبقى اكيد اللي هو المنبر بتاعه هيبقى اقدم منبر رخام. طيب الراجل ده قصته بقى ايه؟ قبل برضو ما نتكلم عن قصته، هات لي بقى المزولتين. احنا قلنا دايما للجامع بيبقى فيه مزولتين. دي مزوله، دي مزوله اهي، شايفينها يا جماعه؟ اهي، والسيخ الحديد اهو، بس هو مش مظبوط اللي الشمس بتنزل عليه فبقى الظل اهو، شايفينه؟ وفي كتابات هنا، وفي مزوله تانية اهي، بس دي بتاعت صلاه الظهر بقى، هي دي. فهنا الجامع، انا قلت لكم ان الجامع دايما يبقى له ايه؟ له مزولتين. الصلاه بقى اللي هي الفجر والمغرب والعشاء لها حاجات تانية، بس الحاجات اللي معتمده على خط الزوال، اللي على هي الصلوات اللي معتمده هي الظهر والعصر. فالجامع يبقى فيه مزولتين، واحده للظهر اللي هي دي، واحده للعصر طالما الشمس جايه هنا دلوقتي. والميزاب بتاعه برضه هو اللي هو بتاع الميه، اللي هو بنسميه النهارده المزراب. الراجل ده بقى ايه اهميته في التاريخ كوالي؟ الولاة العثمانيين كانوا بيحكموا فترات قليله، صح؟ بس لو رجعت للولاة العثمانيين اللي كانوا موجودين في القرن، هو الراجل ده من القرن الكام؟ 1528، يبقى القرن الكام؟ ال16. القرن، الدولة العثمانية قبل محمد علي حكمت مصر حوالي 300 سنة. كل 100 سنة يبقى بيسموه قرن. القرن الأولاني اللي هو ال16 ده يسميه قرن البشوات. القرن ال17 يسميه قرن الأغوات. القرن ال18 يسموه قرن المماليك. مش الدولة العثمانية عملت 3 مؤسسات؟ الباشا والديوان والايه؟ والمماليك، عشان فرق تسد اللي هي كل، لما جم بقى كل مؤسسة ركبت قرن. المؤسسه اللي هي المماليك مثلا ركبت القرن ال18 زي علي بيك الكبير فكر يستقل بمصر. القرن ال17 اللي هو قرن الاغوات اللي هم رؤساء القطاعات العسكريه، الجيش هنا ركب. القرن ال16 اللي هو القرن اللي هو بتاعنا ده قرن البشوات، الباشا كان هو اهم شخص في مصر. والباشا دايما يجي مصر، لان مصر اهم ولايه عند العثمانيين، يجي مصر يتعين باشا في مصر، يبقى ولي مصر، يجربوه سنه، يقدم تقرير السنه الاولى، بناء على التقرير ده هنمدلك، وبناء على الهدايا اللي انت بتدفعها للباب الايه؟ الباب العالي. طيب مدينا لك وانت نجحت، بعد شويه نسحبك من مصر، لا انت خساره بقى في مصر كمان، ناخدك هناك صدر اعظم او سردار اكرم، كان عندهم الالقاب دي.
الجمع صدر اعظم جمعها صدور عظام، سردار اكرم جمعها الايه؟ هتبقى ايه؟ الصدور الكرام. هي الاولانيه اللي اسمها، اللي قلنا الاولانيه اسمها ايه؟ الصدر الاعظم. الثاني السردارات لا سردار اكارم كانوا بيجمعوها ازاي؟ المهم مش موضوعنا. مش موضوعنا، بس المهم السردار الاكرم ده اللي هو قائد الجيش، والصدر الاعظم اللي هو ايه؟ رئيس الوزراء، اللي هو الشخص الثاني بعد مين؟ بعد السلطان العثماني. الراجل ده مسك صدر اعظم لما نجح. ده قعد ولي على مصر بقى قد ايه؟ من 1525 ل 1535. تخيلوا كام سنه؟ 10 سنين. ده شخص مهم ولا لا؟ يا جماعه المهم في التاريخ اعرفوها كده، مهم في العماره، ما تفصلوش عن بعض. المؤثر في التاريخ، ينفع تتكلم عن تاريخ مصر من غير صلاح الدين؟ طب والاثار؟ ينفع تتكلم عن تاريخ مصر من غير محمد علي؟ له اثار ولا ملوش؟ ينفع تتكلم عن تاريخ مصر من غير الزهر بيبرس؟ من غير الناصر محمد بن قلاوون؟ من غير قلاوون؟ من غير صالح نجم الدين ايوب؟ كل الشخصيات دي لازم يكون لها اثر. فهو المهم في التاريخ مهم في الاثار ومهم في العماره. فالراجل ده علشان حكم 10 سنين اهو له جامع بتاعه وفي مكان مميز وفي مقر الحكم. الجامع ده اللي استخدمه الانكشريه. فاكرين جامع العزب كان مستخدمه مين؟ اللي هو احنا قلنا في القلعه 4 جوامع كده شفناهم، ده رابع جامع نشوفه. شفنا جامع العزب، وشفنا جامع محمد علي، وشفنا جامع الناصر محمد بن قلاوون، وقلنا جامع العزب كانت الطائفه الثانيه اللي هي طائفه عزبان، اللي هم الجنود اللي هم مش متجوزين كانوا قاعدين هناك عند باب العزب وعند جامع العزب. انما هنا بقى الجامع ده كان بيستخدمه مين؟ الكشريه اللي هي القوات العثمانيه الصرفه، كانت قاعده في المكان اللي احنا فيه ده. وكان في حتى من العصر المملوكي قبل كده كان في ورانا هنا طباق المماليك، اللي المماليك كانوا بيتربوا فيه لما كانوا بيشتروهم وكانوا بيربوهم هنا في القلعه. كل الحاجات دي، في حاجات كتير لسه موجوده. جنب الراجل ده هنا جنب ابو منصور قسطه، الناس سموه سيدي ساريه، وهنقول بعد كده ليه. بس هو جنب ابو منصور قسطه هنا مدفون ولاة عثمانيين كتير، وهم في دماغهم قال لك احنا مدفونين جنب مين؟ جنب سيدي ساريه. في سيدي ساريه ولا اي حاجه، ما فيش اصلا لا ولي صالح ولا بتاع، وقال لك احنا مدفونين جنبه وخلاص. وتعرف بقى بالجامع عند الناس، قال لك جامع سارية الجبل، هو جامع سلمان. الناس نسيت حتى سلمان الخادم وبقى دايما الناس لو عندك سياسي وعندك راجل ديني افتكروا السياسي ولا راجل الدين؟ هو ده اللي هيشتهر. طيب ايه اهميه الراجل ده تاني في التاريخ؟ هو بعد كده الدوله العثمانيه سحبته بعد 10 سنين في حكم مصر، قالت له والله انت خساره في مصر، معلش يعني مصر تعز علينا واهم ولايه وبتاع، بس احنا عندنا حروب في الهند وما بنثقش الا ايه؟ الا فيك. ففي الوقت ده هيبقى سردار اكرم صح؟ ولا صدر اعظم؟ مش هتفرق ايا كان. هيروح على الهند، وبعدين هيقولوا له بعد شويه بعد ما نجح هيقولوا له ارجع مصر تاني. رجعوه مصر تاني، وقعد في مصر ولا على مصر تاني سنتين. يبقى كده مجموع ولاياته قد ايه؟ 12 سنه. طب عمل ايه بقى؟ حاجه مهمه قوي اسمها في مصر بقى دفاتر التربيع. دفاتر التربيع، حد سمع عنها؟ احنا عندنا الكتب بتبقى مستطيله ولا مربعه؟ مستطيله. لما تيجي بقى تلاقي هو جاب ورق مربع وحط الورق ده على بعضه كده. المفروض ان بنقول دايما الكتب بتبقى مستطيله، المجلدات مستطيله، لكن لما تيجي تعمل الورق مربع تحطه على بعضه في دفاتر، فسموها دفاتر التربيع. بس الورق المربع ده كان فيه ايه؟ كان فيه قاس ارض مصر كلها، وحسب بقى كل قريه زمامها كام فدان، وارض مصر فيها كام فدان وبتاع. بناء عليه هو ده بيحدد ايه؟ ده مهم في ايه؟ لما نعرف الاراضي دي مساحتها قد ايه، يهمنا في الضرايب، جمع الضرايب والاوقاف. فضلت مصر ماشيه على دفاتر التربيع دي اللي عملها سليمان الخادم 300 سنه. 300 لغايه ما جه الغزو الفرنسي واعاد تاني قياس الارض، وجي بعد كده محمد علي وعمل بقى نظام جديد واستصلح اراضي جديده وبتاع. لكن 300 سنه ده واحد مهم ولا لا؟ طيب عايزين بقى نقرا اسمه صح؟ تعالى بسرعه يلا نقرا اسمه في النص التاسيس اهو. كاتب ايه بقى؟ النص التاسيسي اللي مكون من سطرين دول، بس خليك معايا خليك معايا، ها قرب. قد بنى وعمر، قد بنى وعمر معايا. الجناب اها، شوف انا بشوف هنا حكيم. الجناب العالي مملوك سلطان السلاطين سليمان ابن سليم خان من آل العثمان، أدام الله دولته إلى يوم الدين، وهو أمير الأمراء المصرية. ده السطر الأولاني. خلينا نرجع تاني لكلمة إيه؟ مملوك سلطان السلاطين. هنا الراجل ده بيقلل من نفسه ولا بيعرضها؟ بيعرضها؟ هو كده بيعرضها؟ يعني مملوك بذمتك واحد يقول مملوك يبقى بيعرضها؟
هو ده كلمه ثانيه. ده تعريضه للسلطان. يعني هو مش بتاعت زكريا كشكشه ما تعرضهاش، هو كده ما بيعرضهاش يا حكيم صح؟ هو كده فصل زيك كده صح؟ فخلينا اهو مملوك سلطان السلاطين. ما هو ده برضه بيقول لك ايه؟ هو ليه المعلم ده يقعد 12 سنه؟ هو عارف هو برضه بيدفع وبتاع، وراجل طيب يعني. طيب وبعدين تحت بقى هو هنا السلطان لا ارجع تاني حكيم فوق. سليمان ابن سليم خان السلطان. سليمان اللي هو مين؟ اللي هو سليمان القانوني اللي حكم الدولة العثمانية، صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الدولة العثمانية من 1520 ل 1566. حكم كام سنة؟ 46 سنة. بعد أبوه اللي هو مين؟ سليم. ده سليم الأول اللي هو دخل مصر في 1517 وجه سليمان في 1520 حكم، والجامع قلنا 1528. طيب الراجل بقى اسمه إيه؟ يبقى هو اسمه سليمان والسلطان اسمه سليمان. سليمان باشا اللي هو الخادم. اجعل اللهم من انا بصوا بقى، هو الناس كتير قارياها ايه؟ اللهم اجعله من الفائزين. بذمتكم دي اللهم اجعله دي اجعله؟ انا مش شايفها اجعله، لان ممكن يكون الخطاط اصلا مش شاطر. لان ايه بقى؟ بص اصلا برضو هم قروا كلام كتير هنا، يعني نطلع هنا ناس كتير قروها من آل عثمان، وانا شايفها من آل العثمان صح؟ في الف ولام اهي. هنا بيقول لك ايه؟ قروها اللهم اجعله من الفائزين. هنا هي انا شايف اجعل الله ولا جعله الله، وحتى لو هي جعله دي فيها هاء انا مش شايفها، او ممكن جعله اللهم، ممكن هو قصده كده جعله، بس هي فيها هاء يا جماعه مش جايه معايا. جعله اللهم من الفائزين. طب هو بقى هنا ترجع تاني شوف برضو النص الراجل اللي كاتبه ماشي خلصنا. هو بنى ايه بقى؟ ترجع بقى مسجدا. شفتوا بعد قد ايه يقول لك مسجدا؟ يعني كل الكلام ده بعد يقول لك مسجدا، بعد من الفائزين مسجدا لوجه الله الملك المعين طلبا لمرضاة رب العالمين ليعبدوا فيه عباد الله الصالحين، وكان تاريخه فاركعوا لله مع الراكعين. الجملة الأخيرة اللي هي بتاعت فاركعوا لله مع الراكعين دي إيه؟ دي حساب الجمل اللي احنا اللي هي ابجد اللي احنا قلناها ابجد هوس حط كلام صعفص كرشه صخص. هنشوف بتساوي كام، كل حرف بيساوي رقم. هنشوف حرف بقى فاركعوا لله مع الراكعين، حرف الفاء بيساوي كام، حرف الالف بيساوي كام، حرف الراء بيساوي كام، ونجمعها هيدينا 935 اللي هو تاريخ بناء المؤسسه ايه؟ بالهجري. في حاجه هنا برضو اخيره هنا في الصحن اسمها المخربشات. تعالوا كده الكتابات دي الناس اللي بيجوا يزوروا ويقول لك للذكرى الخالده لما بتروح الاثار كده وبعدين تكتب الحاجات دي النهارده دي مثلا 1200 حاجه و30، يعني دي عمرها اكتر من 200 سنه بالهجري. المخربشات دي ينفع نمسحها النهارده؟ لا خلاص بقت اثر. بالظبط. ده بالمناسبه في اساتذه ليا بياخدوا الابحاث الترقيه، وفي ناس احيانا بتعمل كمان رسائل ماجستير ودكتوراه في الحاجات دي في المخربشات دي. اهو الجنه دار الاسخياء. وتشوف بقى التواريخ، هو بيكتب في الاخر التواريخ مكتوب كتير. تعالى كتير قوي من المخربشات هنا اهي. كل يعمل على شاكلته. شايفين اهو بصوا هات لي دول برضو اهو. كل ده يا جماعه شايفين الناس بقى اللي تقعد تتفرج عليها بقى ايه يبقى يثبت كده. بص اهو كل يعمل على شاكلته ودعت في هذا المكان شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما ينفعش بقى دلوقتي. تعالوا بقى اخر حاجه في بيت الصلاه. هنا بقى ادي القبه المركزيه اهي، وحواليها 3 انصاف قباب. تاني القبه المركزيه حواليها 3 انصاف قباب. وده بصوا المنبر اللي قلنا اقدم منبر رخامي في مصر العثمانيه. المنبر برضو محطوط زي جامع محمد علي صح؟ بعيد عن الايه؟ عن المحراب. المحراب اهو. واضح كمان ان المحراب متاثر بالمماليك، شغل الاطباق النجميه بتاع المماليك، لان احنا قلنا ان احنا لسه في البدايه. الجامع كان له حديقه من بره وما زالت موجوده، وبير ميه اهو. هات من الشباك ده فين ادي بير الميه بره اهو. ماشي يا جماعه ده بير الميه ودي الحديقه بتاعته. ومن الشباك ده يا حكيم بنشوف قلعه محمد علي. شايفها اللي فوق جبل المقطم، ما اتكلمنا عنها لما بدأنا. واخر حاجه بقى هنا دكه المبلغ اهي.
دكة المبلل. تعالوا في برضو جنبنا هنا مبنى مهم. بصوا يا جماعه النقش بقى والزخارف، احنا كده ده بقى فوق، ده مملوكي. كده دخلنا بقى في العصر العثماني. واضح ان في طراز جديد، واضح ان في فنون جديده وزخارف جديده مختلفه عن ايام المماليك. من اجمل الحاجات هنا، شايف المظله دي اهي، كل ده احنا تبع الجامع. وقلنا جنبنا بقى الطباق. دي بيقال بقى ان هي تكيه او مدرسه ملحقه بالجامع. تكيه اللي هي مكان للدراويش المنقطعين للعباده، زي الخنقاه كده في العصر المملوكي اللي كان بيقعد فيها الجماعه الصوفيه. فتكيه او مدرسه. فيها محراب برضه اهو، والسقف بتاعها. تعال حكيم هات لي بقى التأثير ده، تعالى من هنا من الجامع بقى. القباب بقى الصغيرة دي كلها، وشكل المأذنة اهي. برضه لاحظوا حاجة في المأذنة، المأذنة فيها بلكونة واحدة ولا بلكونتين؟ بلكونتين ولا بلكونة؟ اتنين. لو رجعت ورا هتجيب. بص بلكونتين اهم. ده ليه؟ المآذن العثمانية كان بيبقى فيها شرفة واحدة في الغالب اللي هنا في مصر، بس دي فيها شرفتين لأن هي قريبة من العصر الإيه؟ المملوكي، فاحنا لسه بنتكلم إن لسه المماليك موجودين. بس كده. في أي أسئلة في جامع سليمان الخدمي؟